بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد فطر مبارك أعاده الله باليمن والخير والبركات على جميع المسلمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية. استمرارا للأزمة السودانية، قبل ما ندخل في تفاصيل اللي جرت اليومين اللي فاتوا في الأزمة السودانية وما تلاها من تداعيات قد تمس الأمن القومي المصري، عايزين بس نذكر حاجة للتاريخ. في 29 أغسطس سنة 67 عقدت القمة العربية الرابعة للجامعة العربية بالخرطوم، وهي سميت بقمة اللاءات الثلاث: لا صلح ولا استسلام ولا اعتراف بإسرائيل إلا بعد عودة الحق العربي لأصحابه. القمة دي شهدت أيضا تكليف وزراء المالية والاقتصاد العرب بدراسة استخدام سلاح النفط. القمة دي شهدت أول لقاء يجمع بين المغفور له جلالة الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية طيب الله ثراه، وما بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر الله يرحمه بعد الخلافات اللي كانت بينهم، وظهر التعانق، وأطلق جلالة الملك فيصل طيب الله ثراه مقولته الشهيرة: يا ناصر مصر تأمر لا تطلب، عقب نكبة 67. شهدت أيضا تلك قمة الخرطوم، خلي بالك أوعى للكلام، قمة الخرطوم شهدت تقديم مساعدات من 3 دول هي المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا لكل من مصر والأردن. السعودية قدمت لمصر 41 مليون جنيه استرليني، قدمت للأردن 17 مليون جنيه استرليني، الكويت قدمت 39 مليون جنيه استرليني، قدمت للأردن 17 مليون جنيه استرليني، ليبيا قدمت 24 مليون وللأردن 10 مليون. شهدت توابعها أيضا أن في شهر أكتوبر قام حسين الشافعي نائب الرئيس المصري بزيارة جلالة الملك فيصل طيب الله ثراه في الرياض لإزالة الخلافات المصرية السعودية وتوحيد القرار العربي. دي قمة الخرطوم، قمة اللاءات الثلاث، قمة عودة التضامن العربي، عودة العلاقات المصرية السعودية، عودة المساعدات، التفكير في استخدام سلاح النفط في القمة دي بتكليف وزراء الاقتصاد والمالية. شاءت الأقدار على يد قائد قوات الدعم السريع وعلى يد من يتشبثون بالسلطة في السودان الحين أن تطرح إسرائيل لأول مرة في التاريخ وساطة لدولة عربية. إسرائيل تقدمت بوساطة للأزمة السودانية، انقسمت إلى جزئين. الجزء الأولاني وزارة الخارجية كلفت بأنها أجرت اتصالات بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تعرض عليه الوساطة الإسرائيلية ما بين 67 لغاية 2023. تاريخ طويل. المهم تعرض إسرائيل الوساطة، وكلفت جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد بالاتصال بقائد قوات الدعم السريع الأخ دوغلو أو دوغلة للوساطة. الموساد كلمت قائد قوات الدعم والخارجية الإسرائيلية، والكلام ده موجود علنا، يعني ما فيش حد يخبي حاجة. هذا إضرار بالأمن القومي العربي، ولذلك حمدته اليومين اللي فاتوا بيستخدم سلاح حلو جميل بديع. على طول مباشرة اتهم قائد الجيش السوداني بأنه إسلامي متطرف، استخدم عباءة الدين، استخدم الخطاب الذي يبرز الحكومة السودانية على أنها متطرف، عايز يقدم نفسه للغرب أنه هو معتدل ويحارب الإسلام المتطرف. كويس.
حميدتو عهد إلى شركة كندية، دي معلومات أكيدة يعني، إلى شركة كندية يرأسها ضابط في الموساد الإسرائيلي بتحسين صورته في الغرب. وقود الأزمة دي الشعب السوداني، كل يعمل ما هو في مصلحته. المهم ما بين قمة وقرارات الخرطوم ولاءاتها الثلاث وبين ما يفعله حميدتو والبرهان بالأمن القومي العربي والسوداني، يأتي الأمن القومي المصري. طبعا احنا سيبنا اتصالات الموساد بقائد قوات الدعم السريع وسيبنا كل حاجة ومتفقين، بس ان لا العساكر لسه ما رجعوش، العساكر المصريين. اصل حصل الإذلال، لم يحدث اي نوع من انواع الإذلال للعسكرية المصرية. العملية تمت بعودة ابطالنا، ابطال رجال القوات المسلحة، بتنسيق من القيادة السياسية، القيادة العامة للقوات المسلحة، جهاز المخابرات العامة المصرية، المخابرات الحربية، مهدت الطريق في عملية استراتيجية استخباراتية نوعية تحصينا للأمن القومي المصري. على مصر ألا تقف مكتوفة اليد أمام التدخل الإسرائيلي في الشأن السوداني. على مصر أن تعي تماما أن الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي يحتم التدخل بما لا داعي للشك قولا واحدا لحماية أمننا المائي وأمننا القومي. إسرائيل لا تقدم وساطة، إسرائيل تدس العسل، السم في العسل. إسرائيل هتقدم وساطة لدولة عربية يتحارب جناحين عسكريين فيها؟ ده اللي ودونا ليها الأخ قائد قوات الدعم السريع. ما أعرفش يعني هل بعد ذلك بعد كده هيرجع يحكم السودان يعني؟ وده يسوقنا إلى بدايات الربيع العربي. خلي بالك، لاحظ للكلام بس. بدايات الربيع العربي أرسل وزير الدفاع الأمريكي مذكرة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيقول له لا تقلقوا، عليكم ألا تقلقوا، كل اللي انتوا عايزينه بيتم بدون ما تطلقوا رصاصة واحدة. لأول مرة تخرج المظاهرات في العواصم العربية لا تطلب بسقوط إسرائيل ولكن تطلب بسقوط حكامها. احنا مش هنناقش ثورات الربيع العربي على حق ولا على باطل، احنا بنقول ما تم إرساله من قبل وزارة الدفاع البنتاجون لنظيره الإسرائيلي. إسرائيل تمددت، فاهمة هي ما تعمل ايه، واحنا قاعدين نناقش الجيش المصري الذي المصنف ضمن اقوى 13 جيش في العالم. لسه ما نناقش هو ضعيف هو قوي، مش موضوعنا. ما يحدث في السودان اكبر من التفكير السطحي الذي يتم تداول به القضيه. ما يحدث في السودان تهديد للامن القومي العربي، ما يحدث في السودان تهديد للامن القومي المصري. على الدول العربية الكبرى اتخاذ قرارات وفق الميثاق العربي ووفق جامعة الدول العربية، خير أن يفرض علينا حل خارج الإطار العربي. أخيرا بمناسبة عيد الفطر المبارك وبمناسبة الأخ حميدتو، احنا مش متطرفين ولا حاجة، وما فيش حاجة في الإسلام اسمه الإسلام المتطرف يعني. النهارده ادينا صلاة عيد الفطر المبارك، كان من يلقي الخطبة سعودي الجنسية، وكنا نصلي على يميني من جمهورية باكستان الإسلامية، وعن يساري من جمهورية إثيوبيا، مسلم إثيوبي في عملية تجانس داخل أرض المملكة العربية السعودية، حفظ الله المملكة قيادة وحكومة وشعبا، في عملية تعايش سليم. مش محتاجين احنا ندفع لشركة كندية يرأسها ضابط في المخابرات الإسرائيلية. كل سنة وحضراتكم طيبين. الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري يبدأ بقطع دابر كل من تتسول له نفسه الدخول في الشأن السوداني بمآرب أخرى. الدول العربية الكبرى مدعوة لوقف هذا التدخل. شكرا، سلام عليكم.